بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحابته أجمعين. نحن الآن في رحاب جامعة الأمير عبد القادر في مجريات ووقائع ملتقى مدرسة الإمام البخاري في الجزائر، التاريخ والامتداد والآفاق. هذا الملتقى جاء ليدرس جهود علماء الجزائر وإسهاماتهم في خدمة ثاني كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهو الجامع الصحيح للإمام البخاري، إذ أن الجزائريين قد عرفوا هذا الكتاب ودخل إليهم منذ عهد مبكر من تأليفه، واحتفوا به احتفاء بالغا واهتموا به اهتماما كبيرا، رواية ودراية وقراء وسردا وشرحا، وكثرت مؤلفاتهم ودراساتهم عليه. وصار هذا الكتاب يمثل نقطة التقاء ونقطة تواصل بين المشرق والمغرب، وأسهم علماء الجزائر ببحوث وكتب قيمة. فجاء هذا المؤتمر ليكشف النقاب ويميط اللثام عن هذه الجهود بالدراسات الأكاديمية التحليلية، ويربط الحاضر بالماضي، كذلك الدراسات الأكاديمية التي أنجزت في الجامعات الجزائرية من خلال أطاريح الدكتوراه ومن خلال أبحاث الماجستير والماستر، ومن خلال الملتقيات والمقالات المحكمة التي تناولت الإمام البخاري، سواء من الناحية اللغوية، سواء من الناحية الفقهية، سواء من الناحية الحديثية والنقدية. فجاء هذا المؤتمر بأبحاثه المختلفة ليسلط الأضواء على كل هذه الجهود، وكما ذكرت يربط الحاضر بالماضي ويستشرف المستقبل في دراسة هذا الكتاب، والذي كان ولا يزال قاسما مشتركا بين أبناء المجتمع الجزائري بأطيافه المختلفة. وقد استضاف الملتقى شخصيات علمية من باحثين وأكاديميين وشيوخ الزوايا وباحثين في التراث الجزائري لتناول هذا الموضوع، والحمد لله إن شاء الله سيخرج الملتقى بتوصيات هامة تفيد الباحثين والدارسين. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الجامع على تنظيم مثل هذه المؤتمرات المفيدة للناحية العلمية والأكاديمية، وكذلك الناحية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري. بارك الله فيكم.